النهاردة هنعمل مع بعض صينية كنافة بالقشطة زي محلات الحلواني بالظبط وأحلى كمان. هنضيف لطبقة القشطة بتاعتها كده شوية مكونات بسيطة جدا تخلي طعمها حلو وهتفرق معاكم جدا في طعم الكنافة. بصراحة دي أحلى وألذ صينية كنافة بالقشطة ممكن تعملوها، طعمها حلو كده وطبقة الكريمة بتاعتها أو طبقة القشطة بتدوب ذوبان. وهوريكم كمان ازاي تعملوا شربات الحلويات التقيل من غير ما يسكر معاكم خالص ويطلع كده بقوام مظبوط. مش هطول عليكم كتير، بس قبل ما نبدأ فيديو النهاردة لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. تعالوا على طول نشوف الطريقة والمقادير. هنبدأ أول حاجة نجهز شربات الكنافة، لأن الكنافة بتحتاج شربات تقيل وبارد. نجهز كسرولة وبنحط فيها كوبايتين من السكر، وبنحط عليها كمان كوباية من المية، وهحط عليهم كمان معلقة كبيرة مليانة كويس جدا من عسل الجلوكوز أو معلقتين كبار، ولو مش موجود عندنا عسل جلوكوز نقدر نستخدم عسل نحل. باخد بقى الخليط ده وبرفعه على النار، وأول ما يبدأ بالغليان كده بديله عصير نص ليمونة. هنسيبه على النار لمدة 3 دقايق بس، وبعدين هنطفي عليه النار وهنديله الفانيليا بتاعته، وهنسيبه بقى لحد ما يبرد خالص. عايزه اقول لكم كمان ان عسل الجلوكوز هتلاقوه متوفر في كل مكان، هتلاقوه في محلات العطاره، في اي سوبر ماركت هتلاقوه متوفر جدا دلوقتي. تعالوا بقى عشان نجهز الكنافه بتاعتنا. معايا نص كيلو من الكنافه. بعد ما بنجيبه كده بنحطه في الفريزر وبنسيبه لحد ما يتلج خالص او لحد ما يتجمد خالص، وبعد ما بنطلعه على طول بنبدا نفركه بايدينا ناعم بالشكل ده، من غير بقى ما نحتاج لا كبه ولا خلاط ولا اي حاجه، هنلاقيه اتفرك معانا بسهوله جدا. ولو قابلنا كده اي قطع ناشفه مش عارفين نفركها بايدينا، القطعه دي لازم تتشال لان هي هتبوظ الكنافه بتاعتنا. بعد كده هضيف عليها كوبايه سمنه سايحه، ويفضل كمان ان انتي تستخدمي سمنه بلدي، هتفرق معاكم جدا في طعم الكنافه. هضيف كده السمنه شويه بشويه وهبدا اقلب الكنافه كويس جدا مع السمنه. عايزين كل مكان في الكنافه يوصل له سمنه. هقلبها كويس جدا كده، وبعدين هبدا اضيف باقي كميه السمنه. هنضيف السمنه بتاعتنا وهنقلب كويس جدا. بالنسبه كمان لحجم الكوبايه اللي انا استخدمت كوبايه بحجم 200 مللي، يعني زي مج الشاي كده. حاولوا كمان ما تكتروش السمنه عن كده، يعني كل نص كيلو كنافه بياخد كوبايه سمنه واحده. بعد ما بقلب الكنافه كويس جدا مع السمنه بضيف عليها 3 معالق كبيره من السكر البودره، ولو مش موجود عندنا سكر بودره نقدر نستخدم سكر حبيبات، بس نستخدم سكر تكون حبيباته ناعمه شويه. السكر طبعا هيتكرمل وهيدي للكنافه لون حلو جدا، وكمان بيظبط الطعم بتاعها. هنضيف بقى السكر وهنقلب كويس جدا كده من تحت لفوق لحد ما كل مكان في الكنافه برضو يوصل له سكر. كده خلاص الكنافه بتاعتنا بقت جاهزه. هنجهز بقى صينيه مقاس 26 او 28 او 30. الصينيه بتاعتنا هتكون مدهونه كويس جدا بالسمنه، وهبدا اقسم الكنافه بتاعتي على 2. هنحط اول نص كده في الصينيه وهنوزعه كويس جدا، وهنضغط عليها بكف ايدينا كويس جدا كده عشان تتسوى كلها في الصينيه كويس، وكمان يطلع شكلها مظبوط. ونحاول كمان كده نعمل الصينيه بتاعتنا جوانب عشان لما نحط طبقه القشطه ما تطلعش بره الكنافه وتتحرق. بعد ما بنسوي الصينيه بتاعتنا هنغطيها وهنسيبها على جنب، وهنبدا نجهز طبقه القشطه. هنجهز حله وهنحط فيها 3 كوبايات من الحليب، وهنحط عليها 3 معالق كبيره من السكر، وهنحط عليهم كمان معلقتين كبار من الدقيق، و3 معالق كبيره من النشا. هنقلب بقى كل المكونات دي مع بعض كويس جدا كده على البارد لحد ما يختلطوا مع بعض كويس. بعد كده باخد الخليط ده برفعه على نار متوسطه وبقلبه كده تقليب مستمر، مش بنشيل ايدينا منه خالص، هنفضل نقلبه كده تقليب مستمر. هنلاقي بقى الخليط بتاعنا ده بدأ يتقل كده وبدأ يغلي، واول ما يطلع فقاقيع هوا كده يبقى هو كده خلاص استوى. شايفين القوام بتاعه بيبقى عامل ازاي؟ دلوقتي بقى هضيف له كده شويه حاجات بسيطه هتعزز من الطعم بتاعه، وهتخلي طبقه الكريمه بتاعتنا او طبقه القشطه بتاعتنا طعمها حلو جدا. هنضيف 3 معالق كبيره من الكريم شانتيه. الكريم شانتيه اللي احنا بنضيفه ده هيفرق معاكم جدا في الطعم. هنضيف الكريم شانتيه كده وهنقلب كويس جدا. النار بتاعتنا كمان هتكون شغاله على درجه حراره هاديه. بعد كده هضيف له 4 معالق كبيره من القشطه. قشطه معلبه، قشطه من وش اللبن، اي قشطه استخدموها هتبقى حلوه جدا. هضيف القشطه وهقلب كويس جدا كده. احنا شغالين برضو على درجه حراره هاديه.
عايزه اقول لكم بقى ان الكريم شانتيه والقشطه اللي احنا بنضيفهم لطبقه الكريمه دي بتغير طعمها وبتخلي طعمها حلو جدا. حابين بقى تضيفوا اي منكهات تانية، تضيفوا مثلا فانيليا او ميه زهر، هتبقى حلوه، بس انا مش هضيف اي حاجه وهكتفي بالحاجات اللي انا ضفتها دي. هنقلب كويس جدا وبعدين هنطفي عليها النار وهناخدها نحطها فوق طبقه الكنافه وهي لسه سخنه كده. هنوزع بقى طبقه الكريمه اللي احنا عملناها دي فوق الكنافه كويس جدا، وهنسيبها لحد ما تبرد شويه. هنسيبها كده لمده 5 دقايق او 10 دقايق لحد ما تبرد شويه ولحد ما تتماسك. وبعد ما نتأكد ان هي بردت شوية كده او عملت طبقة قشر من على الوش، بنبدأ نحط فوق منها طبقة الكنافة التانية. نوزع بقى الكنافة بتاعتنا كويس جدا كده، واضغطوا عليها بقى براحتكم، يعني ما تخافوش ان طبقة القشطة تطلع بره، لا اضغطوا عليها براحتكم. دلوقتي هسوي الكنافة كويس جدا، وبعد ما بخلص باخدها بدخلها فرن سخن على درجة حرارة 200. الفرن بتاعنا هيكون شغال من تحت بس. الكنافة هتاخد في الفرن من 25 ل 30 دقيقة، وهنلاقي الجوانب بتاعتها كده بدأت تاخد لون ذهبي. اول ما نلاقي الجوانب بتاعتها كده اخدت لون ذهبي يبقى هي كده خلاص استوت من تحت. هنطفي عليها من تحت وهنولع عليها الشواية عشان تاخد لون ذهبي من فوق. وزي ما قلت كده هي بتاخد من 25 ل 30 دقيقة على درجة حرارة 200، وبنحطها كمان في الرف الوسطاني. واول ما بنطلع الكنافة بتاعتنا من الفرن كده بنسقيها بالشربات التقيل البارد. شايفين قوام الشربات اللي احنا عملناه مع بعض في اول الفيديو؟ والكنافة بتاعتنا سخنة لسه خارجة من الفرن حالا، بنسقيها بقى بالشربات التقيل البارد. هنسقيها كده من الناحية اللي فوق، وهنستنى عليها دقيقتين كده لحد ما تتشرب الشربات، وبعدين هنقلبها على الناحية التانية. وبعد ما بنقلبها على الناحية التانية كده بنوزع عليها برضو شوية شربات كده. كمية الشربات بقى تحكموا فيها براحتكم، يعني حابين تقللوا كمية الشربات تزودوها، بتبقى حاجة حسب ذوقكم انتوا. هنسيبها بقى لحد ما تهدى شوية وبعدين نبدأ نقطعها. تعالوا بقى نقطع الكنافة القمر بتاعتنا دي ونطلع قطعة ونشوفها هي عاملة ازاي. بصوا بقى شكلها حلو قد ايه. عايزه اقول لكم ان هي طعمها حلو جدا. الاضافات اللي احنا بنضيفها لطبقه القشطه بتغير طعمها وبتخلي طعمها حلو جدا، وبتاخدها كده لحته تانية خالص. كنافه طريه كده وفيها سنه قرمشه من بره، وطبقه القشطه بتدوب في البق، وحاجه كده في منتهى الجمال. جربوها بنفس الطريقه دي وبنفس المكونات، وانا متاكده ان هي هتعجبكم جدا. هسيب لكم كل مكونات وصفة النهاردة مكتوبة في صندوق الوصف تحت الفيديو. وبس أنا كده خلصت فيديو النهاردة. بتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. لو انتوا أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو، واشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.